وفي نفس الوقت بيكون في 3 طيارات بتهجم على روني، وبيعرف ان هو يتفادى كل الضربات بتاعتهم، وبيقدر ان هو يدمر ال3 طيارات، وبيوقع طياره منهم على تمثال ابو جلال وبيدمره. ولما بيعرف ابو جلال ان روني يدمر الدوله بتاعته بيكون مش عارف يعمل ايه، وبنرجع لروني اللي بيكون لسه بيخلص على رجاله ابو جلال. فبيأمر ابو جلال رجالته ان هم يطلعوا فيكرام لان اخوه بيدمر المكان عشان يوصل له. فيلمنا بيبدأ بطفل عنده 16 سنه اسمه فيكرام، وهو بيلعب مع اصدقائه، وفجاه بيجوا عليه شويه شباب متنمرين وبيبداوا ان هم يتنمروا عليه وكمان يضربوه. وبيظهر ان فيكرام شاب جبان جدا وبيخاف من اي حد، وفجاه بدون اي مقدمات بينادي على اخوه الصغير واللي بيكون اسمه روني، وفورا بيوصل اخوه روني وبيبداوا الشباب ان هم يتنمروا عليه هو كمان. ولما بيعرف ان هم ضربوا اخوه فيكرام بينفجر من الغضب وبيبدا ان هو يضربهم بكل قوته. وفجاه بيجي ابوه اللي بيكون ضابط شرطه وبياخدهم وبيرجع البيت، ولما بيوصل بيبدا ان هو يضربه، وده بسبب انه فاكر روني هو السبب في كل المشاكل. وبعدها بيجي فيكرام وبيعتذر له بسبب اللي عمله، بس روني بيكون مش مهتم باللي حصل. وتاني يوم بيروحوا المدرسه وهم قاعدين بيجي عليهم عمهم وبيقول لهم ان ابوهم هو بيحاول يقبض على مجموعه من المجرمين بيشتبكوا مع بعض، وفي وسط الاشتباك بيضربوه رصاصه في ظهره وبينقلوه فورا للمستشفى. وبنعرف ان هو جاي ياخدهم عشان والدهم عاوز يشوفهم. ولما بيوصلوا للمستشفى بيلاقي والدهم بيحتضر وخلاص على وشك ان هو يموت، فبينادي عليهم وبيقول لهم ان هم يهتموا ببعض. وبيبدا ان هو يوصي روني على فكرهم وبيطلب منه ان هو يحميه من اي خطر، وبيطلب منه ان هو يوعده كده. فبيوعده روني وهو بيعيط، وبعدها بيموت والدهم في مشهد مؤثر جدا. وبتمر الايام وبنلاحظ ان روني بيعامل فيكرام زي ابوه بالظبط، وطول الوقت بيهتم بيه وبيحميه من اي مشاكل. وبعد مرور 15 سنه بيكون فيكرام وروني قاعدين بيتفرجوا على فيلم في السينما، وبيكون فيكرام متاثر جدا بالفيلم لدرجه انه بيعيط. ولما بيخرج لصاله الاستراحه بتشوف سيا وبتبدا ان هي تهديه وتعرفه ان هو فيلم عادي مش اكتر. فبياخد فيكرام الحاجات اللي معاه وبيروح عشان يكمل الفيلم، وهو مش واخد باله بيخبط في شخص وبيبهدله البدله بتاعته، وبيظهر ان الشخص ده مجرم خطير جدا ومعاه العصابه بتاعته. فبيتضايق الشخص ده جدا وبيبدا ان هو يضرب فيكرام، وفجاه بدون اي مقدمات بينادي فيكرام باعلى صوت عنده على اخوه روني. فبيسمعه روني وبيوصل في ثواني. ولما روني بيوصل بيلاحظ ان اخوه هو اللي غلطان، فبيعتذر للشخص دوت وبياخد اخوه وبيمشي. بس روني بيلاحظ ان ودن اخوه بتجيب دم، وبيعرف ان هم ضربوه، فبينفجر من الغضب وبيرجع يظهر قوته الخاصه وبيكسر عظمهم ومفيش حد منهم قادر ان هو يلمسه. وفي الاخر روني بيكون على وشك ان هو يقتل الشخص اللي ضرب اخوه، بس بيجي فيكرام اخوه بيعديه. وبنلاحظ ان سيا كانت واقفه وشايفه كل اللي حصل، وبيظهر ان هي معجبه بروني. وبعدها بنرجع لبيت روني وبيظهر ان هو محبوب جدا في منطقته لانه دايما بيدافع عن الناس الضعيفه وبيجيب لهم حقهم. وبعدها بيجي عمهم وبيعرفهم ان هو يقدم لفيكرام كظابط متطوع في الشرطه، بس فيكرام بيخاف جدا وبيحاول ان هو يقنع روني ان هو اللي يقدم في الشرطه. بس روني بيعرفه ان هو عليه قواضي كتير جدا بسبب المشاجرات اللي هو بيعملها، وبيبدا ان هو يقنع اخوه فيكرام انه يقدم في الشرطه، وبيفهمه ان هو لما يكون ضابط شرطه هيكتسب الجراءه والشجاعه. وكمان ضباط الشرطه بيكونوا محل تقدير واحترام من كل الناس، وبيعرفه ان هو يتعامل بكل احترام. وفي الاخر بينجح ان هو يقنع فيكرام ان هو ياخد الخطوه دي، وهو داخل بيكون باين عليه التوتر والقلق. ولما بيقف قدام الرئيس بتاعه بيكون متوتر جدا وخايف لدرجه ان العصايه بتاعته بتقع منه كذا مره. وبعد شويه بتيجي عصابه من المجرمين لمركز الشرطه، وبنعرف ان رئيسهم اسمه بيه، وبيعرفهم ان هو موجود هنا لان الشخص اللي كان عاوز ينتقم منه هرب على هنا، بس هم قدروا يمسكوه ويحرقوه وهو صاحي. وبيطلب من رئيس الشرطه ان هو يعمل محضر ويكتب فيه ان الشخص ده هو اللي حرق نفسه. وبنلاحظ ان كل رجال الشرطه خايفين من بيه والعصابه بتاعته. ولما بيه بيمشي من مركز الشرطه فيكرام بيقول للرئيس بتاعه هو ازاي سايبينه كده، وبيطلب من الرئيس بتاعه ان هو يقبض عليه هو والعصابه بتاعته ويرميهم في السجن. بس الرئيس بتاعه بيقول ان زميلهم تريبياس يحاول ان هو يقبض على المساعد بتاعه واللي بيكون اسمه بيكو، بس مش بيعرف. وبعدها بيجي بيكو وبيدوس على بنته بالعربيه، وبيكون ده انذار له عشان ما يتعرضش لحد منهم تاني. ولما فيكرام بيرجع البيت بيحكي لاخوه روني على كل اللي حصل، وكمان بيحكي له على اللي عملوه لبنت زميله تريبياس. وبعد كده بنعرف ان بيه والعصابه بتاعته شغالين مع زعيم ارهابي اسمه ابو جلال، وبيكون بعت لهم رساله مضمونه ان هو محتاج منهم يبعتوا له عائلات اكتر. ولما بيسالوا بيكو عن العائلات اللي بياخدها ابو جلال بيتصدم من الرد، وبيعرفوا ان ابو جلال اكبر ارهابي في العالم، وبيكون عنده دوله وليها جيش كبير جدا، والدوله دي بيكون مؤسسها في سوريا. وبيعرفوا كمان ان ابو جلال بياخد العائلات دي وبيجبر الرجاله ان هم يفجروا نفسهم في مناطق فيها سكان كتير، وده في مقابل ان هو يطلق سراح بقى واسرهم. وفي الوقت ده روني بيكون بيتجول بالموتوسيكل بتاعه في الشارع، وفجاه بيشوف سيا وبيفضل مركز معاه وهو ماشي، وفجاه بيخبط سكوتر بتاع بنت وبيكون اسمها روشي، فبينزل عشان يعتذر لها، بس روشي بتزعله وبتبدا ان هي توبخه. فروني بيرجع في كلامه ومش بيساعدها وبيسيبها ويمشي. وبعدها بنروح لسيا اللي بتكون في مركز الشرطه، وده عشان تبلغ عن حالات اختفاء كتير الناس ابرياء في المصنع بتاع بيه. فبتلاحظ سيا ان الضابط خايف جدا لما جابت له سيره بيه، فبتهدده ان هو لو ما عملش محضر تنشر الكلام ده على النت. فبيخاف الضابط جدا وبيبدا ان هو يعمل المحضر. وبعدها بتمشي سيا ورجال الشرطه اللي في المكان بيكونوا كلهم خايفين وفي حاله توتر،
توتر، وبيكونوا عاوزين اي حد منهم يروح المصنع بتاع بيه ويتاكد من صحه الكلام، بس كلهم بيقترحوا ان هم يبعتوا فيكرام لانه ملوش اي لازمه معاهم. فبيخاف فيكرام جدا وبيروح الحمام، وهناك بيكلم اخوه روني وبيقول له على اللي حصل وان هم عاوزين يبعتوه المصنع بتاع بيه، وده عشان يتاكد من كلام سيا وكمان يقبض على المجرمين اللي هناك. فبيطلب منه روني ان هو يهدى ويطلب منهم ان هو يروح المكان ده لوحده، فكلهم بيفرحوا جدا بالقرار ده، وفعلا بيروح فيكرام على هناك. ولما بيوصل بيلاقي ان روني اخوه مستنيه وبيطلب منه ان هو يفصل النور عن المكان ويشغله كل ما يسمع ولما بيعرف ان هو فيكرام بيشكره على اللي عمله وكمان بيديله ترقية. وفي الوقت ده بيكون بيه بيقابل ابو جلال وبيطلب منه ان هو يبعت له عائلات اكتر، وكمان بيعرفه ان هو بيتاخر عليه في ارسال العائلات، وده بيخلي ابو جلال متضايق جدا منه ومخنوق. وقبل ما بيه يتكلم قدام ابو جلال بيتصل عليه المساعد بتاعه بيكو وبيعرفه اللي حصل وان في ضابط شرطه جه المكان وضرب كل المجرمين اللي معاهم وكمان هرب العائلات. فبينفعل بيه جدا وبيكون مش عارف يعمل ايه، بس مش بيقول لابو جلال اي حاجه. وفي الوقت دوت بيكون روني قاعد في بيته ومعاه عمه، وبيكون عندهم بنت عمهم واللي بيكون اسمها حفيظه ومعاها جوزها. تعرض عليهم حفيظه ان هم يتجوزوا فيكرام صديقتها، وبعد ما بيمشوا بيقعد فيكرام مع روني اخوه وبيعرفه ان هو مش عاوز يتجوز وانه عاوز يقضي بيها حياتهم مع بعض. بس روني بيعرفه ان هي فكره كويسه جدا وان والدهم لو كان عايش كان هيكون سعيد جدا بالخبر ده. فبيوافق فيكرام وبس بيطلب من روني انه يتفق على كل حاجه. وبنعرف بعد كده ان العروسه بتكون روشي اخت سيا واللي روني وقع السكوتر بتاعها. ولما بيوصل هناك وبيشوف سيا بيتفاجئ لانه بيفكرها العروسه اللي اخوها يتجوزها، وهي برضه بتكون مفكره العريس اللي هو جاي يتجوز اختها. والاتنين بيقعدوا في حاله صدمه، وبعدها بيدخل اسف اخو سيا وبيفهم الاتنين ان هم اخوات العرايس وبيفهمهم الاتنين ان هم فيهم غلط. فبيفرحوا جدا وبيقوموا يحضنوا بعض، وبنعرف ان هم معجبين جدا ببعض. وبعدها روشي بتشوف روني قدامها وبتفتكر ان هو اللي كسر السكوتر بتاعها، فبتتعصب عليه جدا وبتطرده بره البيت. ولما روني بيقابل اخوه فيكرام وبيحكي له على اللي حصل بيتعصب فيكرام جدا وبيرفض ان هو يتجوز روشي واللي احرجت اخوه. بس روني بيحاول ان هو يقنعه ان هو يتجوزها، وده عشان يقرب من سيا اكتر. وفعلا بيقدر ان هو يقنعه ان هو يتجوز روشي، وبتبدا حفله الزفاف وروني وسيا بيرقصوا مع بعض وبيقربوا من بعض اكتر. وفي الوقت دوت بيوصل بيه للمصنع بتاعه وبيتعصب جدا على رجالته لدرجه ان هو بيضربهم وبيطلب منهم ان هم يروحوا يخطفوا اخو فيكرام الصغير، وده عشان يهددوا فيكرام بيه. وهم رايحين يخطفوه بيلاقوا ان هو اللي بيوقفهم، وبيطلب منهم ان هم يوصلوا له لعياده الحيوانات، وده عشان معاه كلب عيان وعاوز يتعالج. ولما بيركب معاهم بيهددوا ان هم يخلصوا عليه لو عمل اي قلق. ولما بيوصلوا المكان الرئيس بتاعهم بيشوفوا المجرمين اللي هو ضربهم في السينما بيكونوا على وشك ان هم يتكلموا، بس الرئيس بتاعهم بيأمرهم ان هم يخرسوا. ولما روني بيعرف ان هم جايبينه عشان عاوزين اخوه فيكرام بيمثل ان هو شاب ضعيف جدا وخايف منهم، وبيطلب منه رئيس العصابه بيه ان هو يتصل على اخوه ويطلب منه ان هو يجي لوحده. فبيوافق روني وبيترجاهم ان هم ما يأذوهوش، وفعلا بيتصل باخوه فيكرام وبيطلب منه ان هو يجي لوحده لان في مجموعه من المجرمين خاطفينه وعاوزينه هو. فبيستغرب فيكرام من المكالمه دي، وبعدها بيفهم ان روني هيخلص عليهم عقبال ما هو يجي، وبيطلب بيه من رجالته ان هم يقطعوا ايد روني. ولحد كده روني بيوقف تمثيل وبيبدا ان هو يخلص على رجاله العصابه بكل سرعه وسهوله. وبيكون مساعد بيه بيكون في حاله صدمه ومش مستوعب ان روني عمل كل ده في الرجاله بتاعته. وفي الاخر روني بيمسك سلسله نازله من الونش وبيبدا ان هو يوقع العربيات على افراد العصابه، وبعدها بيمسك بيكو وبيسلمه لاخوه عشان ياخده لمركز الشرطه ويعمل له محضر. وهم في الطريق بيلاقوا ان الطريق مقفول، وبنعرف ان روني هو اللي بيتخانق. فبيطلب فيكرام من تربياس ان هو يقبض على روني، وفعلا بيقبض عليه وبيكلبشه مع بيجو. وبعدها وهم في الطريق بيهرب روني وبيجو من العربيه، وفيكرام بيطلب من تربياس ان هو ياخد حق بنته اللي بيجو قتلها. وبيفهم تربياس انها خطه من فيكرام، وده كله عشان ياخد حق بنته اللي ماتت. وفعلا بياخد السلاح وبيضرب النار على بيجو وبيخلص عليه في وسط الشارع. ولما بيرجعوا البيت بيكون فيكرام خايف جدا، وبيعرف روني ان هم بقوا بيديله اخطر القضايا، وده بسبب ان هم فاكرين ان هو البطل اللي بيقبض على كل المجرمين دول. فبيقول له روني ان هو هيفضل معاه طول الوقت وكمان هيساعده في اخطر القضايا مهما كانت خطير. وفعلا بيبدا روني ان هو يساعد اخوه وبيخلص على كل المجرمين، وفيكرام بيقبض عليهم وبيدخلهم السجن. وبيبدا فيكرام ان هو يترقى باستمرار، وده بسبب المهمات الصعبه اللي هو بيخلصها لوحده. فجاه وزاره الخارجيه بتطلب فيكرام وبتقعد معاه، بيطلب من الوزير ان هو يسافر سوريا، وده عشان يتفاوض مع رئيس العصابات بخصوص العائلات اللي هو خاطفهم من الهند. وفيكرام بيكون في حاله صدمه لدرجه ان هو ما بيعرفش يرفض المهمه. ولما بيرجع البيت بيبدا ان هو يجهز شنطته، وبيطلب من روني
روني اخوه ان هو يسافر معاه، بس روني بيعرفه انها مفاوضات بالكلام ومفيش اي خطر عليه، ولو هو حاسس باي خطر عليه كان هيسافر معاه من غير ما يطلب منه. وبعدها بتروح وش عشان تودعه وبتعرفه انها حامل، وكمان بتعرفه انها تستناه عشان يفضل جنبها. ولما فيكرام بيوصل لسوريا بيتصل على اخوه وبيطمنه ان هو وصل، كمان بيقول له ان هو داخل الفندق المحفظه بتاعته اتسرقت، وبيبداوا ان هما الاتنين يضحكوا. وفجاه في حد بيخبط على الباب بتاع فيكرام وبيدخلوا اتنين من المجرمين وبيبداوا ان هما يضربوه فيكرام بكل قوته، وروني بيكون مصدوم وبيفضل يصرخ بكل قوته لانه مش عارف يدافع عن اخوه لاول مره في حياته. وبعد كده بيمسك واحد منهم التليفون وبيقول له ان هو ينسى اخوه لانهم هيقتلوه، وبعدها بيرمي التليفون وبيكسره. وبعدها روني وسيا بياخدوا اول طياره وبيروحوا على سوريا، وده عشان يدوروا على اخوه فيكرام وينقذوه. واول حاجه بيعملها بيروح على مركز الشرطه وبيعرف الضابط اللي هناك ان اخوه كان في مهمه وطنيه وفي مجموعه من المجرمين خطفوه. ولما بيسالوا الضابط عن اسم المجرم ده بيقول له ان هو اسمه ابو جلال. وهنا بيتصدم كل اللي في المكان وبيطلب منهم الضابط ان هم يمشوا لان هو مش هيقدر يساعدهم. ولما بيخرجوا بره مركز الشرطه بيكون في شخص مستنيهم بره وبيكون اسمه ويشي، وبيعرفهم ان هو عارف مكان ابو جلال وبيطلب منهم ان هم يجوا معاه، بس بياخدهم لمكان مقطوع وفي كمان رجاله تبعه. وبيظهر ان ويشي حرامي وجابه من المكان ده عشان يسرقهم، بس روني بيخلص عليهم كلهم بمنتهى السرعه. فبيقول له ويشي ان هو بيعمل كده عشان يعالج اخوه، فروني بيديله فلوس. فبيعترف له ويشي بالحقيقه ان هو ما عندوش اخوات اصلا، وبيعرفه ان هو كذب عليه وعشان هو ما عملوش اي حاجه فهو يوديه لمكان ابو جلال. وبعدها بيفتكر روني ان اخوه قال له ان المحفظه بتاعته اتسرقت وهو داخل الفندق، فبيطلب من ويشي بما ان هو حرامي يدور لهم عليها، فبياخدهم لمكان بيروح فيه كل المجرمين وفعلا بيلاقوا المحفظه بتاعت اخوه. ولما بيوروا صورته للمجرم اللي سرق المحفظه بيوديهم للفندق، ولما بيدخلوا بيروح على الاوضه اللي كان فيها فيكرام وبيلاقوا التليفون بتاعه هناك. وبيقول لهم ويشي ان هو يعرف المجرم اللي عمل كده عن طريق انه يفحص البصمات اللي على الجهاز. وبعدها بيروحوا لواحد صديق ويشي، ولما بيفحصوا البصمات بيعرفوا ان اللي عمل كده شخص اسمه زين، وزين دوت بيكون اخو ابو جلال. وبعدها بياخدهم ويشي وبيروحوا للمكان اللي موجود فيه زين وبيبداوا ان هم يسالوا عليه هناك. وفجاه بيلمحوا روني وهو واقف في الشباك، فزين بينزل له الشارع وبيبدا روني ان هو يضربه بكل قوته، بس زين مش بيحس باي حاجه وبيبدا ان هو يضرب روني وبيقول له ان هو يقتل اخوه قدام عينيه، وبعدها يقتله هو. وده بيخلي روني ينفجر من الغضب وبيبدا ان هو يضرب زين بكل قوته، وده بيخلي زين يخاف منه وبيهرب بسرعه. وروني بيبدا ان هو يجري وراه لحد ما زين بيقف من التعب وبيطلب من روني ان هو يسيبه في حاله في مقابل ان هو يعرفه مكان اخوه. وبيبدا زين ان هو يرجع لورا، فجاه بتيجي شاحنه من وراه وبتخبطه وبيموت زين، وبيجي على روني بسرعه وبيترجى ان هو ما يموتش غير لما يعرف اخوه فين. وبعد كده بنروح لفكرام اللي بيكون معتقل جوه دوله ابو جلال وبيعذبوه هناك، وبيجي بيه وبيمسكه وبيرميه وسط العائلات اللي خاطفينهم. وبيتفاجئ فكرام لما بيشوف اسف هناك هو وعائلته، وفي الوقت ده بيشوف روني الكبريت اللي مع زين وبيفتكر ان هو شايف واحد زيه مع بيه وبيكون مكتوب عليه اسم حانه معينه، فبيقرروا ان هم يروحوا على هناك. فبتاخد سيا التليفون بتاع زين وبتبعت رساله لبيه وبيكون مضمونه ان هو يقابلهم هناك في الحانه. وبنلاحظ ان الشرطه خدت خبر ان زين اتقتل، فبيقرروا ان هم يتحركوا بسرعه قبل ما تحصل مجزره. وفي الوقت دوت ابو جلال بيكون قاعد مع بيه وبياخد خبر ان اخوه اتقتل، فبيهدد بيه ان هو لو ما جابلوش اللي عمل كده فهو يقتله هو، وبيسيبه وبيمشي. وفجاه بيوقفوا روني وبيكون مفكره هو بيه، ولما بيلف ابو جلال بيعتذر له روني وبيعرفه ان هو غلط، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبعدها الشرطه بتيجي وبتكون هتقبض على ابو جلال وبيه، بس ابو جلال بينجح ان هو يهرب منهم، والشرطه بتنجح ان هي تقبض على بيه بس. وبيأمر ابو جلال رجالته ان هم يراقبوا عربيه الشرطه اللي فيها بيه، وبعدها بيتفق بيه مع روني ان هم ينتقموا من ابو جلال. ولما رجاله ابو جلال بتشوف بيه قاعد مع روني بتفكر ان هو بيخونهم وبيجروا وراه بسرعه عشان يقتلوه، بس بيه بيجري وبيدخل جوه عربيه الشرطه، وبيه بيفكر ان ابو جلال عاوز يخلص منه، فبيقرر ان هو يقول لهم على كل المعلومات اللي عنده. وبيقول لهم ان فكران مع الرهاين اللي عند ابو جلال، وكمان ابو جلال بيخطط لتفجير 10 اماكن النهارده والسفاره بتكون واحده منهم. وبيعرفهم ان ابو جلال مختار اسف عشان ينفذ المهمه دي، فبتروح سيا بسرعه مع الظابط عشان ينقذوا اسف وكمان ينقذوا الناس اللي ناويه تفجر نفسها. اما روني بيقرر ان هو يروح لدوله ابو جلال ومعاه بيه ويشي، ولما بيوصل بيبدا ان هو يرمي القنابل في كل مكان وبيعمل حاله فوضى، وبيبدا ان هو يقتل كل رجاله ابو جلال بيخلص عليهم، وبيقدر ان هو ينقذ مجموعه من الاشخاص اللي هم رايحين يفجروا نفسهم. وفي الوقت دوت سيا بتقدر انها توقف اسف، وكمان بتطمنه ان هم انقذوا مراته وابنه وكمان خلوه يكلمهم، وبيقدروا ان هم ينقذوا السفاره. وبنرجع لبيه اللي بيكون بيقرب العائلات من دوله ابو جلال، وهم ماشيين في بنت صغيره بتدوس على لغم مزروع في الارض، فبتترعب جدا وبتبدا ان هي تصرخ. فبيرجع بيه وبيحط رجليه مكانها وبيطلب من وش ان هو يكمل لوحده ويخرج الناس ديت بره الدوله، وهو يضحي بنفسه عشان خاطرهم هم. وبعد ما بيمشي وبيلاقي عربيه فيها جنود تبع ابو جلال جايين عليه، فبيستناهم لما بيقربوا منه وبيشيل رجليه من على اللغم اللي في الارض، وبتبدا كل الالغام اللي في المكان تنفجر
وبيموت بيه وبياخد كل رجاله ابو جلال معاه. وفي نفس الوقت بيكون في 3 طيارات بتهجم على روني، وبيعرف ان هو يتفادى كل الضربات بتاعتهم، وبيقدر ان هو يدمر ال3 طيارات، وبيوقع طياره منهم على تمثال ابو جلال وبيدمره. ولما بيعرف ابو جلال ان روني يدمر الدوله بتاعته بيكون مش عارف يعمل ايه. وبنرجع لروني اللي بيكون لسه بيخلص على رجاله ابو جلال، فبيأمر ابو جلال رجالته ان هم يطلعوا فكرام لان اخوه بيدمر المكان عشان يوصل له. فبيقوم فكرام وبيقول له ان هو كان ناسي حاجه مهمه جدا، وهو انه ما ناداش على اخوه من اول ما الموضوع ده حصل، وزي كل مره بينادي على اخوه بكل قوته. فبيجي روني في خلال ثواني وبيكون عاوز يخلص على ابو جلال لان هو ضرب اخوه وعذبه. فابو جلال بيقول له ان هو ياخد اخوه ويمشي وكفايه الدمار اللي حصل كده، بس روني بيعرفه ان هو مش هيمشي غير لما ياخد كل الرهائن معاه. فبيوافق ابو جلال وبيطلب منه ان هو ياخدهم ويمشي من المكان. وقبل ما يمشي بيلاحظ ان هم ماسكين سيا وبيضربوها وكمان بيحبسوها هي وفكرام. وبتبدا رجاله ابو جلال ان هم يضربوا روني بكل قوتهم، وبيكون روني فخور جدا باخوه لانه شايف ان هو يكسر الباب ويخرج ينقذه. وبعدها واحد من رجاله ابو جلال بيضربه بخنجر، فبينفعل فكرام جدا وبينط من فوق الباب. بيبدا ان هو يضرب فيهم كلهم لحد ما بيخلص عليهم، وروني بيكون فخور بيه جدا لانه بيدافع عنه لاول مره في حياته. وكمان بيضرب ابو جلال وبيزقه على سياخ حديد طالعه من الحيطه وبيخلص عليه. وبعدها بيروح يطمن على اخوه روني، وبيجي ابو جلال من وراه وبيكون على وشك ان هو يقتل فكرام، بس روني بيمسكه بسرعه من رقبته وبيخنقه، وكده بينهي على ابو جلال ودولته. وبعد ما بيرجعوا للهند بيكونوا عاملين حفله كبيره جدا، وده تكريما لجهود فكرام معاهم عشان انقذ العائلات ورجعهم للهند. وكمان روني بيتخيل ان والده جاله وبيقول له ان هو فخور بيه جدا وباللي عمله مع اخوه فكرام، وبيحضنه ابوه لانه قدر ينقذ اخوه من وسط دوله كامله. وبس كده بيخلص الفيلم.